عندما جئت مصر أريد أن أشارك، أريد أن أعمل في إطار، لكن أنا أحاول، لا أقول أنني شاعر ولن أقول أنني شاعر، دائما أقول أنني مشروع الشاعر. فعندما أريد أن أكون في إطار معين لا بد أن ألتقي بناس. أنا لا أحتقر أحدا ولا أنتقص من قيمة أحد، كل إنسان تجربة معينة، لكن أحب، هناك شيء في قلبي يقول لي عندما تريد أن تكون عضوا في إطار ثقافي، في إطار شعري، في دائرة معينة، لابد أن يكون فيها ناس أحبهم وأحترم حرفهم، ليس مجاملة ولا شيء. فمثلا عندما آتي هنا إلى مصر وأبحث عن مجموعة من الإطارات وأعرف شاعر مصر، شاعر مصر هو أحمد بخيت. عندما لا يكون هناك أحمد بخيت كشخص، كقيمة أدبية، كقيمة شعرية، لا يكون في ملتقى شعري أو لا يكون في كيان أو في رابطة، فأنا يعني أعتذر للإخوة، أقول لا يمكن أن أكون في مكان لا يوجد فيه كبار الشعراء، كبار العظماء وأعظمهم في هذه الفترة بدون منازع أحمد بخيت. أستاذ أحمد، لحظة كده، بعض السادة المشاهدين وبعض الشعراء يظنون أنك مغرور نوعا ما، أنك لا تريد أن تكون موجود إلا إذا كانت هناك قيمة أدبية أو إعلامية في الرابطة. لا يا أستاذ أحمد، توضيح بس الشعر توضيح، هو الشعر هو موهبة مع الله سبحانه وتعالى. دائما أشبهها ببذرة، نغرس بذرة معينة فتنمو شجرة. الإنسان يكتب الشعر، الإنسان تلميذ، من لم يتعلم لن يتقدم. مثلا أنا عندما أريد أن أكتب قصيدة، أنا لا أقول أبدا أنني شاعر، ولكن أتتلمذ على ناس كبار. من أراد أن يصبح كبيرا، وأنا لن أكون كبيرا في يوم من الأيام، أريد فقط أساتذة. مثلا عندما آتي إلى مصر وأريد أن ألتقي بالشاعر الكبير أحمد بخيت، فهو بالنسبة لي هو مدرسة، هو رؤية أتعلم منه. أنا عندما أتقدم لي تقدم التلميذ إلى أستاذه، ليس معنى أن أكون معه في لقاء أو في رابطة، يعني حاشا لله، يعني الأكتاف لن تتساوى أبدا، هو مدرسة عظيمة. بس شاعرنا العظيم أحمد بخيت مش فاضي، إن هو يعني ما عندوش وقت إن هو يعمل رابطة ويعمل يعني إطار كليم للنشر الأدبية. أنا أعتقد أن هناك نحن نقول في المغرب لكي تأكل خبزا لذيذا يجب أن تدعه يختمر أكثر. فلربما أن الأستاذ أحمد بخيت في مرحلة اختمار، ربما سيكون هناك إنجازات ثقافية إبداعية. وآخر حديث نقدر نختم به حلقتنا عن أستاذنا الجميل أحمد بخيت، وعن تنبؤك الجميل إن في أحداث أخرى. أعزائي المشاهدين، إحنا نهينا كلامنا بشاعرنا الجميل أحمد بخيت، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من نجوم الإبداع. كانت مفاجأة بالنسبة لنا وبالنسبة للوسط الأدبي كله، إنه قدر إنه يلاقي وقت إنه يأسس دار نشر. فهل تعتقد إن هو في المرحلة القادمة إنه هيبقى متفرغ إنه يعمل مشاريع أخرى